فيأتي صناديق قريش عشان يكلمهم، يوم يقعد معاهم ويتكلم، ويجي له واحد مؤمن نعم جائز لا يريد الا ان يستفهم منه، مش بيجادله، يقول له عايز الشيء الفلاني اعمل فيه ايه؟ الله، يقوم يسيبه ويروح للي عمالين بيجادلوه. واحد يريد ان ياخذ منه ما يقوله، وواحد يدفع عنه ما يقوله، يقوم هو يروح عند الثاني ويتعب نفسه. فالله يقول له جاءك يسعى وهو يخشى، تنصرف عنه وتروح للي بيتعبوك، انت غاوي تعب. فكأن الله يعاتب رسوله، لا يعاتب عليه لأنه قصر، ولكن يعاتب عليه لأنه كلف نفسه فوق ما طلب منه. كما تأتي لابنك وتقول له يا ابني روح ذاكر الامتحان قرب، وبعدين تصحى من النوم تلاقيه قاعد قبل الفجر يذاكر، تقول له يا ابني انت هتموت نفسك، يقوم قوم يطفي النور، قوم. لا، الله، انت بتعتب عليه لصالحه ولا لأنه مقصر؟ لصالحه. يبقى فيه فرق بين عتب لصالحه وعتب عليه لأنه خالف.